السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. دخلنا موسم الشتاء وهنتبلي كلنا بإذن الله. طيب دلوقتي انت سواء رايدر، طبعا الناس كلها عارفة انت بتسوق ازاي في الشتاء، بتبعد عن المية، بتمشي بالراحة، ما تاخدش غرز. حاول لما تميل بالسكوتر ما تميلش جامد عشان المية وكفاءة الكاوتش والرابر والمجاري بتاعت الكاوتش بتبقى قليلة شوية، فمش بتعرف تحافظ على توازنك. فكل طبعا الناس اللي راكبة عارفة الكلام ده كله. انا بتكلم عن الناس اللي لسه اول مرة تركب سكوتر واول مرة يجي عليها الشتاء. وفي نفس الوقت لو انت حضرتك بتفكر تجيب سكوتر هتعمل ايه في الشتاء؟ تمام. احنا بنعمل حاجتين. اول حاجة بنلبس خوذة عشان تحافظ على عينك وما تتغرقش. تاني حاجة بنلبس سويتر ووتر بروف. في سويتر طويل كده لحد الرجل تحت خالص، شبه مستر بين كده، بيبقى طويل لحد الرجل تحت خالص، فبيغطيك كلك والمية كلها بتتنطر من عليك. بنمشي ازاي؟ بنمشي على سرعة 30-40، ما بنزودش عن كده. اي ترن، اي دوران، اي حد بيمشي، لا احنا بنمشي واحدة واحدة، بندي انتظار عشان محدش يدوسك او يخبطك من غير ما تحس. تمام. وخصوصا الناس اللي بتبقى ماشيه زي حالتي، بتبقى راكبه لابسه الخوذه وحاطه الهيدفون في ودنها. تمام. انا راكب اكس دي في. بعمل ايه على المطلعات والنزلات وفي الميه وفي الشتاء وكده؟ بمشي على مهلي خالص، بمشي ناحيه اليمين، ما بمشيش ولا في النص ولا في الشمال، بمشي ناحيه اليمين. وبخلي بالي ان لو في حاجه قدامي ما بجيش ناحيه الرصيف. يعني في عربيه قدامي ببقى انا متوقع ان العربيه هتتفتح وهخبط في الباب، فبهدي شويه وببعد، يا اما باخد شمالي واخلي بالي من العربيه اللي جنبي. تمام. دي فايده المرايات يعني لو حد عارف. تمام. السكوتر برضو ده الشق الاولاني. الشق التاني بقى، لو حضرتك بتفكر تجيب سكوتر او هتجيب كيوي اكس دي في، ليه تجيب كيوي اكس دي في؟ ايه السبب يعني؟ بص، اولا احنا عندنا يو اس بي انترنال في السكوتر. خلاص، عندنا شاحن ولاعه، يعني لو هتفكر تشتغل بيه هينفعك. معاك كومبروسر هينفعك. عندنا شاشه ديجيتال ووتر بروف. تمام. هي اي نعم مش احسن حاجه، وما عندناش بقى اندرويد اوتو، ابل كار بلاي والحاجات دي، لا عاديه. السكوتر نظام الموتور بتاعه كاربيراتير، فاي حد بيشتغل فيه. بيستهلك بنزين، بيستهلك يعني انا تقريبا بستهلك 150 او 180 حسب سرعتي وحسب مشي، ملهاش معدل لان كل يوم بمشي بسرعه معينه. السكوتر قعدته رايقه وكويس، بمشي انا وواحد تاني، ما بتلتش عليه يعني انا واتنين، انا وواحد تاني قصدي، بنبقى اتنين راكبين عليه. السكوتر معاه بوكس بحط فيه كل حاجتي. قضيت بيه سنه كامله من الشتاء اللي فات وداخل على الشتاء التاني اهو، الحمد لله بفضل الله لحد دلوقتي. وقعت 3 مرات. الناس اللي بتسأل انت بتنصحنا بايه؟ ما تتجوزش اول حاجة. تاني حاجة استخدم زيت ريبسول فولي سنتاتيك او موتل. الموتل طبعا عشان سعره عالي فانا مش بقوله اللي هو 500. عايز تستخدمه براحتك، ما شاء الله ربنا كرمك ومعاك فلوس، خلاص تمام مفيش مشكلة. انا بتكلم على ظروفي انا ريبسول بالنسبة لي ام اي ام بي بالنسبه لنا واحد يا جماعه، مفيش فرق. ماشي، هو الام بي طبعا، بس مفيش في ريبسول غير 10-30، واحنا درجه حرارتنا هنا عاليه مرتفعه في افريقيا يعني. فهم لما بيكتبوا معياريه لدرجه الحراره، الاقل دي في البروده والاعلى حاجه في درجه في الماكسيمم تمبريتشر، يعني اقصى درجه لتحمل الحراره، لان اقصى حاجه في درجه الحراره الزيت بيفقد اللزوجه بتاعته. فلما بنقول 10-40 يعني اقل حاجه تبقى توصل درجه الحراره تحت 10 وفوق 40 اقصى درجه بعد ما تمشي بالسكوتر فتره طويله، عشان السكوتر يقدر يخش ما بين كل اجزاء المحرك. انا عارف ان انا بشرح اجزاء ميكانيكيه بس عشان اوصل لك فكره الزيت بيعمل ايه الفرق ما بين الام اي والام بي. الام اي للموتوسيكلات او السكوترات المانيوال اللي فيها دبرياج، ورق دبرياج بيبقى ناشف، عشان الزيت يقدر يخش ويعمل يخلي الورق ويت مبلل مش ناشف عشان ما يتحرقش. فالام اي او احنا بالنسبه لنا ام اي ام بي كل واحد ما تفرقش، انت تبريد هواء، موتورك سلندر واحد، فعادي ما فيش فيه مشكله.
اهم حاجه يبقى مكتوب على الزيت 4 تي، تتاكد ان الزيت انت جايبه من مكان معتمد. هاته اونلاين، هاته من ريبسول، هتاخد الاتنين وشحن هديه. انا بقول لكم بس الحاجات ورا بعض عشان لو حد، عشان احاول اقصر فتره الفيديو واقلل لكم الوقت، بس عشان محدش يتخنق يعني. تمام. انا رايي ما بعدلش والله موضوع السي تي، ولا بركب حاجات سبور، ولا بركب سوست، ولا بركب بكر صاحب، ولا حاجه. انا ماشي بيه لحد النهارده وانا داخل في 10000. نفس الحاجه هي ان انا ما بترس عليه، انا بمشي في السرعه العاديه، بمشي عادي زي الفل، ولا بحس بالدردره. كل الحاجات اللي بتشتكوا منها انا الحمد لله ما بشتكيش منها، ان انا في الاول الكلام ده كله اتعلمته وخدت خبره فيه يعني. موضوع المساعدين اللي الناس كلها بتشتكي منها، انا قلت قبل كده كذا مره، مش لازم حرف سي بتاع المفتاح. هتجيب مفك في صاموله فوق، هتفكها تنزل بالصاموله تحت، تضغط السوسته، اوصل للليفل اللي انت حابه. ولو بتقعد حد معاك وجرب وروح وتعالى واقفل السوسته التانية، الصاموله التانية عليها هتلاقي قفل معاك. شبه كويل العربيه، لو حد يعني عارف موضوع الليفل والكلام ده، بيبقى هارد وسوفت. فحضرتك لما هتضغط السوسته هتلاقي السكوتر نشف معاك. عشان لو بتحمل عليه او عايز تشتغل بيه او تشتغل اوبر ديدي كريم، هيشتغل معاك مش هيتكلم. بس حاول يعني كل مثلا 50 كيلو ريح لك ساعة، السكوتر يهدى وانت اهدى، اشرب لك كوباية شاي، روق على نفسك كده يعني. بس ده ملخص دخلة الشتاء والاكس دي في. لو حضرتك بتفكر تجيب الاكس دي في 2026 ابو 83,000 جنيه، اللي مش هتلاقي زيه في فئة الاس واي ام في نفس الفايرتي دي او الاوبشن ده. احنا عندنا انتظار، عندنا فرامل يد على المطالع والمنازل، عندنا شاحن يو اس بي، عندنا شاحن ولاعة. السكوتر بتاعك ما شاء الله كويس، ماتيريال بتاعته كويسة. في اخر نقطة، موضوع قطع الغيار موجودة عند تاجر اسمه زعبل في المنصورة. احنا عندنا في اسكندريه انا لفيت على كذا حاجه وبلاقيها عادي. الظرف لقيته، الديسك لقيته، التيال لقيتها، الفلتر لقيته. في فلتر نازل جديد كده بيتغسل، الله اعلم لسه ما جربتوش، هجيبه ان شاء الله في التغييره الجايه واجربه واقول لكم الاراء ايه. لونه احمر كده ب 290 جنيه. تمام. بس الله المستعان. و عيشوا حياتكم وخلي بالك على نفسك وانت سايق، مفيش حاجه مستاهله السرعه. 5 دقايق 10 دقايق في البصمة مش هتزعلك، واحدة واحدة، وربنا يستر طريقكم جميعا. السلام عليكم.